طيبة وأستاذ طيب، فضيلة الأستاذ الدكتور أيمن أبو جريدة أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، سائلين المولى عز وجل له بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الصحابة وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هكذا الدنيا إخوة الإيمان والإسلام، عمر الإنسان فيها قصير، وسيقف بين يدي ربه ليسأل عن كل صغيرة وكبيرة، وعلى الإنسان أن يعتبر بذلك اعتبارا شديدا. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا شك إخوة الإيمان والإسلام أن الحياة الدنيا متاع الغرور، وكثيرا ما كان سلفنا الصالح يتعوذون من الدنيا. فها هو سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: يا دنيا غري غيري، نفسك التي بين جنبيك، ودنياك وهواك وشيطانك. ولله در قائل: النفس والشيطان والدنيا والهوى كيف النجاة وكلهم أعدائي. نفسك التي تحملك على فعل المعاصي، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهواك: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إذن ما المخرج إخوة الإيمان والإسلام؟ عليك أن تتعقل في حالك، فالميت قد مات ولقي ربه وأفضى إلى ما قدم،
إن أحسن فهو مجزي بإحسانه، وإن كان من المسيئين عسى الله أن يتجاوز عن سيئاته. لكنك أيها الحي لزاما عليك وحري بك أن تعتبر من الميت، لأنك ما جئت إلى هذه الدنيا إلا لعبادة الله رب العالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله تبارك وتعالى غني عن عبادتك، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصاه. كيف لا وهو القائل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال في موضع آخر وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أنت ما جئت إلى هذه الدنيا إلا لعبادة الله رب العالمين. الله تبارك وتعالى وجه الخطاب لجماعة المؤمنين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما شأنها يا رب؟ وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالحذر الحذر إخوة الإيمان والإسلام، لزاما عليك أن تبادر وأن تري الله جل وعلا من نفسك خيرا، لأنك غدا ستلاقي الله تبارك وتعالى. واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، وستقف بين يدي الله رب العالمين. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعى أحفظ ذلك أم ضيعه، والحديث صحيح. وحديثه صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والإمام راع ومسؤول عن رعيته. ستسأل عن أبنائك، هل أحسنت تربيتهم على هدى من الله، على مراد الله تبارك وتعالى، وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وضعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيك الذي يقول فيه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي؟ هل حكمت كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليك، وعرضت جميع أعمالك على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال يطرح نفسه. ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى. قال ربنا جل وعلا في محكم التنزيل وقفوهم إنهم مسؤولون. ومن علم أنه غدا مسؤول فلزاما عليه أن يعد للسؤال جوابا وأن يعد للجواب صوابا. فقدم لنفسك بين يدي الله تبارك وتعالى عملا صالحا تلقى الله تبارك وتعالى عليه. إذا أراد الله بعبد خيرا عسى له، حديث صحيح،
قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه لعمل صالح ثم قبضه عليه. علينا أن نعتبر من الموت إخوة الإيمان والإسلام الذي كتبه الله تبارك وتعالى على كل حي. نعى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إنك ميت وإنهم ميتون. هكذا الدنيا إخوة الإيمان علينا أن نعتبر منها وألا نجعلها أمام أعيننا بل نجعلها خلف ظهورنا. أسأل الله تبارك وتعالى في علياء سمائه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم متوفانا واسكنه اللهم ربنا الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اجعل اللهم ربنا قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. باعد اللهم ربنا بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. آمين آمين آمين. هذا وبالإصالة عن نفسي وعن جامعة الأزهر أتقدم بخالص العزاء إلى أهل المتوفى سائلا الله تبارك وتعالى أن يرحم المتوفى وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا لفضيلة الدكتور أيمن أبو جريدة أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الذي أتى يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد. شكرا للدكتور عبد الحميد فايد الذي أتى يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد. جمع طيب الكريم آل غنيم جميعا يشكرون كل من أتى إلى هذا المكان يقدم واجب العزاء. جمع طيب الكريم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.